الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام مثل عرض المسك طيبا وحسنا مثل أزهار الرياض، سلام يندسي فرحا ويبتهج طربا بهذا الجمع الكريم في هذا العرس الكبير. سلام نزفه بترحيب وتهريب وتقدير وتبجيل بهذه الوجوه المشرقة التي أنارت المكان وأسعدت أهل المكان. فحياكم الله تحية نقدمها باسم الشيخ عيضة بن جار الله بن ضيف الله بن كويت الساهري شيخ قبيلة السواهل بن موسى بن الحارث، وباسم أعيان القبيلة وأفرادها، وباسم نجوم هذه الليلة وفرسانها بالزواج الجماعي السابع لهذا العام 37 و400 وألف بعد الهجرة. ثم لا ننسى أن نتقدم بأخلص التهاني وأصدق التبريكات لفرسان هذه الليلة المباركة الميمون، فهم في هذه الليلة بلادها المغردون، فنقول لهم إنما الفرح فرحكم والسرور سروركم. نهدي إليكم تحيات طيبة طابت معانيها فزانت مبانيها، وندعو لكم بدعاء النبي نبي الهدى والرحمة صلوات ربي وسلامه عليه، ونقول لكم بارك الله عليكما وبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ضيوفنا الأعزاء، نقف وإياكم من خلال هذا الحفل الخطابي على بعض مشاعر الأحبة تجاه هذه المناسبة الكريمة على أنفسنا جميعا، والتي نستهلها بخير كلام أفضله، وهو كلام الله عز وجل، آيات من الذكر الحكيم يلقيها على مسامعنا الشاب محمد بن صالح الساهري، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يا شادي الأرواح أشرقنا في عالم النور، وارتقنا سلم الرفعة والسمو. كلمات النيرات وآيات وعظات وعلى موعد مع الأستاذ سعد بن عوار الساهلي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
تعال سمعك الحين قصه عيد عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا النكاح وحرم علينا السباح، واشهد ان لا اله الا الله خالق الاصباح، واشهد ان محمدا رسولنا ونبينا وحبيبنا وامامنا وقرة اعيننا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاحباب الكرام، نقول لفرسان وعرسان هذه الليله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. احبتي بالله، نقف واياكم هذه الدقائق المعدوده مع آية من آيات الله عز وجل فيها من العظات والعبر والدلائل القاطعة الشيء العظيم. هذه الآية وقف معها المفسرون وقفات عجيبة. هذه الآية تكلم عنها المتحدثون بطريقة إعجازية عجيبة. هذه الآية أقول لإخواني العرسان: ينبغي لكم أن تقفوا مع هذه الآية وترجعوا لتفسير هذه الآية، ثم بقية الإخوان المعرسين. لكن العريس المقبل لا بد له قطعا حتما أن يرجع، لأن الوقت ضيق، أن يرجع إلى الشيخ جوجل، ثم يضع هذه الآية ويرجع للتفسير حتى يكون زواجه بإذن الله عز وجل زواجا ناجحا. أقول أيها الإخوة: أي شخص يشتري جهاز يجد معه دليل يسمى دليل الاستخدام، كيف تستخدم هذا الجهاز. حتى لو كان جهاز جوال يخبرك كيف تشحن هذا الجهاز، ومتى تطفئه، ومتى تشغله، وإذا علق الجهاز ماذا تعمل. بكل شيء، أي جهاز تشتريه يأتي معه دليل استخدام. هذا الدليل إذا لم تقرأه وترجع إليه فإن هذا الجهاز سوف يكون عمره قصير، بل قد يعطل هذا الجهاز في أي وقت. لماذا؟ لأن الذي صنع لك هذا الجهاز قال: ارجع إلى دليل الاستخدام، كيف تستخدم هذا الجهاز. أحبتي بالله، هذا العريس نهنئه ونبارك له هذا الانقلاب الذي تم، وهذا الانقلاب من حياة العزابية، من حياة ممنوع الدخول. إذا أتى إلى الأسواق قالوا: وين أهلك؟ قال: ما أنا عزابي. قالوا: ممنوع الدخول. أراد أن يدخل السوق قالوا: ممنوع الدخول. المنتزهات ممنوع الدخول. لماذا؟ لأنه أعزب، يريدون أن يدخل رجل متزوج. نقول لهذا العريس: هنيئا لك هذا الانقلاب، الآن انقلبت إلى حياة أخرى، إلى حياة تفضل، حياك الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا، زارتنا البركة يا عريس. أما من قبل حتى الأحياء إذا قال عزابي قال: ما عندنا شغل عزابي. أقول أيها الإخوة، ولا أطيل، أهني كل أب وجه ابنه إلى دليل الاستخدام، وقال لابنه: اقرب بني مني وأدنو لأسمع كلمات الخبرة، كلمات الحياة الزوجية، كيف يوجه هذا الابن، كيف يعلمه الحياة الزوجية. ينبغي يا أخوان أن يكون بعد دليل الاستخدام كل أب وكل أم تبدأ توجه هذه الفتاة، وهذا الأب يبدأ يوجه هذا الابن، حتى يا إخوة لا تقع الفاس في الراس.
وحتى أجارنا الله وإياكم لا يكون زواج فاشل ثم يقول أبي ما علمني. من الطرائف أيها الإخوة أن بعض المتزوجين بعد الزواج ب4 أشهر كان المستشار له النفسي زميله، يقول صديقي من 25 عام لابد أن أستشير. ماذا ترون في هذا الرجل يستشير زميله؟ يا أخي زميلك مثلك أعزل قد يكون ما تزوج، فاستشير أصحاب الخبرة واسأل واقرأ، ولا بد أن تقرأ دليل الاستخدام، ودليل الاستخدام هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ارجع إلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم في الحياة الزوجية، كيف كان يتعامل مع زوجاته، كيف الأدب مع الزوجة، كيف الاحترام، كيف التقدير. يا إخوة إحنا نعيش في مجتمع أحيانا ينقل رسائل سلبية يحسسك أن هذه المرأة من سقط المتاع، ولا تبين لها حبك ولا تبين لها احترامك، وهذا نسأل الله أن يكون تلاشى. لكن أقول في بعض المجتمعات رسائل سلبية ترسل، ثم هذا الابن لما يسمع هذه الرسائل السلبية في التعامل مع الزوجة تبقى معه. أقول يا إخوة من الطرائف أن هذا العريس بعد 4 أشهر ذهب الزوجة، فدخل مع زميلي قال والله يا أخي بعد 4 أشهر والله ما أجلس جنبها إلا قالت أشم فيك رائحة. قال وأذهب أغتسل وأتطيب ثم تقول لي نفس الكلمة. تصوروا ماذا قال هذا الشاب؟ قال هذه ما ربوها أهلها، هذه قليلة أدب، أنت رجل تتطيب ومتعطر ومتنظف وتقول لك أشم فيك رائحة، هذه ما ربوها أهلها أصلا. لو ربوها حتى لو صدر منك رائحة المفروض ما تقول هذا. سبحان الله يا إخوان، هذا تعرفون ما هو؟ هذا ما يسمونه النساء الوحى. بدأت المرأة غصبا عنها أشياء فسيولوجية نفسية، الذي كانت تحبه تكرهه والذي تكرهه تحبه، فهذا نقلوا نقلة غير صحيحة. لكن لو استشار أصحاب الخبرة، لو سأل أصحاب الخبرة وقال لهم يا إخوة هذا ما حدث، كانوا يريدونه ويقولون الأمر هكذا. لا أطيل وبك نبت معكم مع هذه الآية وقفات بسيطة. يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية يا إخوة هذه الآية أصلا في العلاقة الزوجية، هذه العلاقة الحميمة الذي قال الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة، ولم يقل مودة واكتفى، لكن قال مودة ورحمة. ثم هذه الآية أصل في نجاح العلاقة الزوجية، فإذا نجح الزواج نجحت الأسرة، وإذا نجحت الأسرة كان في هذا النجاح أصل وعنصر مفيد لهذا المجتمع. والمودة في رأي بعض المفسرين هو الحب، ومنهم من قال أكثر من ذلك. الزواج أيها الإخوة منحة من الله عز وجل لهذا الرجل
الذي جعل بينه وبين الزوجة سكن ومودة ورحمة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لهؤلاء العرسان وأن يبارك في زواجهما وأن يقر عينهما ببعضهم البعض وأن يجعل بينهم المودة والرحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم احرس جنودنا واحفظ حدودنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الحفل الكريم، الكلمة الآن لشيخ قبيلة السواهر الشيخ خيبر رجال الله من ضيف الله من كويت التفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. ضيوفنا الأعزاء أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم قبيلة السواهر وعيال القبيلة والعرسان وذويهم أتقدم لكم بأجمل الترحيب وحياكم الله. مرحبا بكم عدد همال المطر وعدد أوراق الشجر. حضوركم تشريفا لنا. لبيتم الدعوة وأتيتم من كل مكان من بعيد ومن قريب. حرصتم على مشاركتنا حفلنا هذا، فمرحبا بالألوف عدد النقاط والحروف. مرحبا عدد ما خطت الأقلام وعدد ما ظهر النور بعد الظلام. أرحب بكم في قصر السلام فأنتم أعزاء الكرام. فمرحبا أزكى من ريح العود والعنبر. حللتم أهلا ووطأتم سهلا فحياكم الله. مرحبا بكم جميعا. مرحبا بشيوخ القبائل. مرحبا بالأرحام والأنساب والأصحاب والأحباب والزملاء والجيران والمعارف. مرحبا بكم في هذا الزواج الجماعي لقبيلة السواهر في عامه السابق، والذي يحتضن هذه الليلة 7 عرسان من أبناء القبيلة. ونقول لهم أنا وأنتم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم بخير. أيها الضيوف، شرفتمونا بالحضور، وحضوركم تشريفا لنا ووساما على صدورنا. فمنكم من أتى من بلاد زهران إكراما وتقديرا لنا فحياكم الله. ومنكم من أتى من الثبتة ومن عتيبة من بالحارث من بريوس من المحمد من العميلات. والله يحييكم. أكثر القبائل الذي أتت إلينا شرفونا بالحضور وبإدخال الفرح والسرور علينا فحياكم الله. بورك قدومكم وحياكم الله. الشكر لكم على الحضور المشرف في هذا المكان، والشكر للرجال المنظمة لهذا الزواج الجماعي، وعلى راسهم الأستاذ صالح بن علي واللجان الإعلامية ورجال المشتريات واللجنة الإعلامية ورجال المجموعات، وكل من وضع له بصمة جميلة في هذا الزواج وفي هذا المشروع. ضيوفنا الأعزاء، جعل الله أيامكم أيام عاملة بذكر الله وعاملة بالأفراح والشكر والحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله. الحفل الكريم، الكلمة لفرسان هذه الليلة يلقيها نيابة عنه العريس سعيد العيد الساهلي، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ضيوفنا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسعدني ويشرفني في هذه الليلة المباركة أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني فرسان هذه الليلة أن أرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام. ويسرني أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكم أفراد القبيلة، ونخص بالشكر شيخ القبيلة الشيخ عيد بن جار الله بن ضيف الله بن كويت، كما إننا نتقدم أيضا بواخر الشكر والامتنان إلى اللجنة المنظمة لهذا الزواج السابع لقبيلة السواهر، التي بذلت من الجهد والوقت الشيء الوفير لإنجاح هذا الاحتفال وإبرازه بالشكل اللائق هذا العام وما سبق من أعوام. وختاما، أسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأت باسم الواحد المعبود رب الكون، رب تعالى فوق عرشه واعتلى شانه. مطلع قصيدة لشاعرنا القدير الشاعر عبد العزيز بن عمر الساهر فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بضيوفنا الكرام وأهنئ العرسان وأقول لهم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. بديت باسم الواحد المعبود رب الكون، رب تعلى فوق عرشه واعتلى شانه، رب عظيم إرادته وامره كاف ونون، أحكم صنيع الكون عز وجل سبحانه وارحمه. يا رب طالب الهداية والمدد والعون، والهم يستحضر مفيد الهرج واسنانه في حضرة سلوم الوفا والسادة الوافون، يزين تصوير الشعر وتزين ديفانه، ومن بنيات الفكر واحساسها الموزون يجود هاجوس الشعر بابيات مليانه. الليله الوان الفرح من كل لون ولون، وبعيون عشاق الوفا تتمازج الوانه. الليله انوار الامل والطائر الميمون حلت على قصر السلام ومسجد حانه. يا مرحبا بضيوفنا، يا مرحبا بضيوفنا، يا مرحبا مجنون عداد همال المطر من صاد كنزانه. يقولها شيخ السواهر والوفا مضمون، الشيخ عيضه قالها ويقولها اخوانه واقولها، واذا السواهر كلهم يبنون ومنظمين الحفل ونجومه فرسانه. يا مرحبا، يا مرحبا عند الذي صرح العلا يبنون، ربع السواهر شيدوا للمجد دنيانه. يا مرحبا عند الذي بطوالهم يوفون، أهل المراجل والكرم من سابق أزمانه. ربع السواهر مفتخر يوم الندى يبدون، يوم الجبل يدعوه يصف ديبانه. وكل القبائل والنعم ما فيهم اللي يقول والنعم شعب المملكة حضره ورضوانه. حنا الشكالة والسطر، حنا السعوديون، حنا مكاريس الوطن وجنود سلمانه.
إذا دعا الداعي نهضنا والعدو مغبول، عدونا عن هبوته يرجع بخسرانه، يشهد لنا الحد الجنوبي والجنوبيون والمندب بحر العرب ورمال شطانه، ويشهد لنا الشعب الكويتي والعراقيون يوم صدام انخدع واحتل جيرانه، لا نهار الجد عدوان الوطن يخسون، دون وطن سربت رياجيله وفرسانه، ولو حاولوا عباد الاوثان القبوريون وطن هذا التوحيد ما يتزعزع ايمانه، حنا حماة الدين، حنا سيفها المسنون، وارواحنا واموالنا ترخص علشانه، حنا دعاة السلم، حنا سادة القانون، حنا جنود الحرب في ساحات ميدانه. يا وباش عفاش اليمن والحوث يا الملعون، المملكة عن مسحكم ما هي عجزانه، لكنها تحرص على ارواح اليمانيون، لكنها تحرص على ارواح اليمانيون اللي خذيتوهم بروعكم وترسانه، بعتوا اليمن بأبخس الثمن بئس العربيون، بعتوا اليمن بأبخس الثمن بئس العربيون، تبا لكم يا زمرة للعرب خوانه، يا جناب خامنئي يا انجاس الخمينيون، ما تحسبون العربية الحر اوطانه، وعود بالطاروق والمعنى والمضمون للحفل واهل الحفل ونجومه ضيفانه، وندعي الفرسان الحفل يا رب يتهنون، والكل منهم يعس التوفيق عنوانه، وصلاة ربي عد من سبح هذا الكون على الرسول المرسل بهديه وقرآنه، وسلامتكم. الشاعر سعد العويض بن عطية الساهري يشاركنا بهذه القصيدة فليتفضل. عرسان ابو هلال نور العرسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا جميع الجبائل الله يحييكم. بسم الله الرحمن سبحانه نبدأ بالسلام في ليلة من طيبها كل الجبائل جولها، يا مرحبا بالضيف في حفل تقدير ونظام، ترحيب بنت الجد هؤلاء هي مفعولها، يا مرحبا عند السواهر عدد وابن الغمام، يقولها شيخ القبيلة لكم وحنا نقولها، حياكم الله يا جميع القبائل في المقام، يا مرحبا عند السنين ايامها وفصولها، تقديرنا ما ينقطع متصل في كل عام، حسب قوانين العرب واعرافها وصولها، حيا الله الضيفان عند السيل في قصر السلام، ترحيب اهل الكرم من كبرها في زولها، في ليله شعت انوارها كلها بدر التمام، انوارها غطت على الطائف وجت من حولها، يا مرحبا بالجار والعالي وكل الرياضين الكرام، هلا بكم يا مرحبا عرض الارض وطولها، حنا من العام ميعادنا شوال من بعد الصيام، ليله تلم الشمل والنشا ما قبل سنه عدولها، عند السواهر قدر الضيف ما هو بالكلام، رجال في وقت اللوازم تبان فعولها، حنا لنا في المجد والمجد له كلمة سلام، حتى لو انه يفترض فاضي الدنيا مع مشغولها، الشيخ منا واهل الادب والمعلم والامام، ومن الكرام ورجال المعرفة وسحولها، واذا حصل نقاط عند الناس نقف باحترام، واهل الشيم والطيب نمشي على مدلولها، واهل العقول اذا مشوا في درب يكفاها الحرام، ابد ما نلتفت فيها وناخذها بقد عقولها، وفي سابق التاريخ من الراجل العظام اللي يسرك فعلها الطيب ويفرح قولها، عاشوا على الدنيا بحكمه ولا يلحقهم بلاء، عسى الولي في جنه الخلد يرحم زولها، والشيخ عيضه رئيس قبيله ويعرف للمهام، يعرف طلوع العلوم اذا جرت منزولها، وربعك حزامك وانت بتجربه تلقى حزام، تلقى رجال تقولها فلازمهم طولها، والدين اساس العلم والجهل يغشاها ظلام، وابواب ربي مشرعه ما قفلت بقبولها، والارض فيها متسع للناس من شرق وشام، اللي نزل في جبالها واللي يحب سهولها، ونكرر الترحيب حياكم الله يا جلوس ويا قيام، كل الرجال اللي نفت لنا الشرف وصولها، مبروك يا فرسان الليله وصلتوا للمرام، الله يوفقكم بالهدى للحياه الطيبه وقبولها، ويدوم عزك يا وطن من
الزمان والمقام، وجنودنا ردت دعاة على الفتن وفلولها، واختم كلامي بالصلاة على النبي يزدى ختام اللي يبعث رحمة إلى كل البشر ورسولها. سلام. مرحبا عند السواهر مرحبا عند السواهر سعود الخاطبي، ومع الشاب الصاعد والشعر الواعد الشاعر سعود بن عوار الساهلي فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. يقول اسمك اللهم يا الواحد المتكبر، خير من دابك في ذكرك ابدا كل خير، انتهى العالم كما في الخطا والظاهر، وانتهى الخلاق الذي على خلقه جديد، بعدها واجب نرحب على ذا المنبر باسم قائدنا والاعيان والحفل الكبير. مرحبا ترحيب من صادقه من خاطري بالضيوف الحاضره من كثير ومن صغير. مرحبا ترحيب من صادقه من خاطري بالضيوف الحاضره من كثير ومن صغير. مرحبا في مرحبا عقل الماطري لاحظ الراقه مخيل وهمال خزين. مرحبا مصاحب البيت ثمن سكري درجوا مساحه القصر الجمع الخفيف. مرحبا عند السواهر سعود الخاطري من قديم الوقت الاولي الوقت الاخير. ضيفنا يسعد بترحيبنا ويقدر ما يروح الا مكرم ومرتاح الضمير. والله اني يفتخر يوم انا ساهري من عزبة الشيخ عيض بن كويت من عزا بن يونس سلم العدو والقاهري رسب الحارث المجد الشهيد. والله اني يفتخر يوم انا ساهري من عزبة الشيخ عيض بن كويت من عزا بن يونس سلم العدو والقاهري رسب الحارث المجد الشهيد. يا ابو خالد لا تهنا وعمك جابري السواهر محشمه يا الامين بن الامين انت تامرنا وحنا على ما تامر. ادعنا وبشربنا لو يصير اللي يصير لجنة الاعلام المنتدى وتويتري باذل مجهود جبار بشرف المدين والشعر الرواج يتعب عليها الشاعري ان بغيتها نوم ولا على 24 والمخيم والزواجات شغلت شاطري يحسب حسابات التاريخ ويدينا الكثير. كلنا يا لا تساهل يا ابو حاضري في يدك عند المهمه كما السيف الشقيق قلتها وانا ما في كلامي عنصري لا ولا سعيد فتنه ولا كايد بغير غير بعلم بها الجاهل اللي بادري والذي يجري مدحنا وهو عنا خبير. واختم بياتي بذكر النبي الطاهر خير ما صلي وسلم على الهادي البشير عد ما زعل عن نسيم الصباح الباكر وشرق الشمس علينا وغربت كل طيب. سلام. أيها الحفل الكريم، يتقدم شيخ قبيلة السواهر وأعيان القبيلة بتقديم هدايا وجروع لفرسان هذه الليلة الغالية على منفسنا جميعا وهم العيد بن عيضة الساهلي. حامد الساهلي. حسني حسن طاهر الساهلي. محمد عوض عيضة الساهلي. طارق هلال عوض الساهلي. رامي حسن نصر الساهلي. سعيد بن عيضة بن حامد الساهلي. تحية فخر واعتزاز. أيها الحفل الكريم، يتقدم الشيخ عيضة مجاورة بالكويت وأعيان القبيلة لتكريم أفراد قبيلة السواهر المشاركين في الحج الجنوبي اعتزازا بشجاعتهم وفخرا ببطولتهم من خلال مشاركة قواتنا المسلحة المرافقين في الحج الجنوبي دفاعا عن راية توحيدنا ووطننا ويحفظ تاريخنا ورجال أميننا. وهم اليمين خالد بن سعد بن الساهلي وفهد بن عمار بن نصر الساهلي وعطية بن مخبور بن عطية الساهلي. فهد كده
الأخ العواق والحسان أو من ينوب عنه عطية بن مخطوب عطية بن مخطوب أو من ينوب عنه صورة معنا للعسان والأخوان المشاركين صورة للعسان ومشاركة في الحد الجنوبي العسان فقط سوف يكون المباريات ان شاء الله للعسان والاعمار فقط والذي يرغب بالمشاركه في العمر فيتفضل في الميدان